الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن تأثير الاي اي على نفسيتنا. في الفيديو ده بقى احنا هنتكلم على البرمجة. هل في الزمن اللي احنا فيه ده في داعي ان انت تتعلم البرمجة اصلا، ولا كده كده هو الاي اي كلود بقى ولا جروك ولا شات جي بي تي ولا اي حاجة من الحاجات دي هي بتعمل لي الكود في ثواني؟ ليه اتعلم برمجه؟ لان على فكره ده السؤال اتكرر عندي على القناه. فهل في داعي ان انت تتعلمها ولا تروح بقى يعني ايه تنط حبال وتركب مراجيح؟ خلينا نشوف الموضوع ده. متنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نتكلم في الموضوع. ناس كتير بدأت تحبط من الموضوع ده، وناس كتير بدأت تحس اللي هو طب انا ليه اتعلم برمجه، او ليه اتعلم عموما، والاي اي كده كده هياخد مكاني. احنا ناقشنا الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات، بس خلينا نتكلم عن البرمجه تحديدا، او الوظائف اللي هي الاي اي دخل فيها. بس في الفيديو ده انا بخص البرمجه تحديدا، ولكن زي ما متعود مني هقول لك اعمل اسقاط على اللي احنا بنتكلم فيه ده على اي حاجه تانية في حياتك. فناس كتير بدات تشوف ان هي بدايه النهايه للمبرمجين، ان وجود الاي اي هو بدايه النهايه لحاجات كتير قوي، تحديدا المبرمجين. طيب هل ده حقيقي؟ هل انت فعلا ما تتعلمش برمجه؟ وهل فعلا الادوات بتاعت الذكاء الاصطناعي هي هتاخد مكانك؟ هقول لك الحقيقه ان الاي اي جه عشان يفضحك، هو ما جاش عشان ياخد مكانك. تقول لي ازاي؟ هقول لك ان انت لو حتى اديت امر لكلود او اديت امر لجروك او اي اداه ان هو يكتب لك كود، فلو انت مش فاهم هو بيكتب ايه انت مش هتعرف تعمل حاجه برضه. هتقول لي لا بس انا ممكن اعمل برنامج مش عارف ايه في كام ثانيه وهو اللي يعمله لي، وهو اللي ماشي. ماذا بعد؟ ما هو انت كده انت كمبرمج او انت كبني ادم عموما ما عملتش حاجه. في نقط الاي اي مهما كان متطور هو مش هيقدر ان هو يتخطاها. في بعض المشاكل اللي هتقابلك وبعض الافكار اللي انت ممكن تبقى عايز تحطها في البرنامج بتاعك، هو الاي اي مش هيساعدك فيها من الصفر كحته واحده كده كلوكشه واحده، مستحيل يعملها لك. الاي اي هيساعدك في ان انت مثلا عايز تضيف الفيتشر الفلانيه او الخاصيه الفلانيه في البرنامج بتاعك، في باج معينه مثلا هي بتظهر في القائمه دي انت عايز تحلها. هو الاي اي هيعمل لك الكود تمام من الصفر، مفيش مشكله، بس المشاكل دي مين اللي هيكتشفها؟ ما هو انت. يعني المشاكل دي انت اللي هتكتشفها. وعايز اقول لك برضو معلومه كده سريعه في البرمجه، مش بالضروره يكون في باج او يكون في مشكله ان الكود يكون غلط. يعني هو الاي اي بيكتشف ان الكود غلط ولا صح. يعني لو هتقول لي ان الاي اي هيقدر ان هو يحل المشاكل، هقول لك تمام، هو بيكتشف اذا كان الكود غلط ولا صح. ولكن في اخطاء تانية هي بتكون اخطاء لها علاقه بالتعامل البشري مع الاله، التعامل البشري مع البرنامج اللي انت عامله. يعني في اخطاء هي ما بتكونش خطا برمجي على قد ما هي بتكون خطا في طريقه تعامل الانسان مع البرنامج. هديك مثال، وليكن ان انت عملت برنامج يعني ما حصلش. برنامج يا سيدي بيعمل ايه؟ وليكن برنامج زي مثلا طلبات، توصيل اوردرات وحاجات زي كده. عملت برنامج للمطعم بتاعك. البرنامج ده انت عملته الكود بتاعه 10/10، مفيش اي مشكله، العامل بيقدر ان هو يدخل ويطلب الاكل بتاعه والحاجه بتاعته والدنيا تمام. بس ايه رايك بقى لو قلت لك ان الكود كله تمام صحيح، ولكن العميل لما بيجي يدخل ويدوس ان هو يعمل الاوردر بتاعه، وبالفعل الاوردر بتاعه انت تستلمه، هو ما بيقدرش يرجع للصفحه اللي فاتت. تخيل. اهو ده هنا خطا، مش خطا برمجي، هنا خطأ في الورك فلو بتاع البرنامج، هنا ده خطأ في طريقة تفكيرك او تنظيمك لعمل البرنامج نفسه. فالاخطاء اللي زي دي هو الاي اي مش هيكتشفها، انت اللي هتكتشفها. فالاي اي ببساطة هو جاي يفضحك، هو مش جاي ياخد مكانك. يعني هو جاي يشوف هل انت فعلا بني ادم بطيخة مالكش في اي حاجة وبتقول على نفسك مبرمج وبتعمل برامج بالاي اي ويلا بينا، ولا انت فعلا فاهم انت بتعمل ايه. طب لو انت بقى راجل فاهم انت بتعمل ايه واستعنت بالاي اي، هنا انت هتطلع نتيجه محترمه. ليه؟ لان فكره ان انت تكون حافظ الكود وتقعد تكتبه تمام، هنا انت ممكن تستعين بالاي اي عادي، هو هيوفر عليك وقت ومجهود كبير. لكن المهم ان انت تبقى فاهم هو الكود ده شغال ازاي. يعني الاي اي طلعه لك ده هو بيخدم فعلا الفكره اللي في دماغك ولا لا؟ لو انت كنت هتكتبه بايدك كنت هتطلعه زيه ولا لا؟ فهو ده الفرق ما بينك كمبرمج وما بين اللي الاي اي بيعمله. الاي اي ما جاش عشان ياخد مكانك كمبرمج، ولكن هو جه كآلة حاسبة ليك. وهرجع اقول لك المثال اللي قلته في الفيديو اللي فات، لما كنا اطفال في المدرسة كانوا بيعلمونا ان احنا نحسب ونطرح ونجمع ونعمل كل القصص دي بالقلم والورقة. لما كبرنا شوية ادونا الآلة الحاسبة، ده اللي احنا فيه. انت دلوقتي بقى معاك آلة حاسبة، اخترعوا آلة حاسبة للموضوع ده، فانت معاك الآلة الحاسبة.
لو انت مش عارف هتستخدم الآلة الحاسبة ازاي، ولا مش عارف النتيجة اللي هتطلعها لك الآلة الحاسبة دي هي منطقية او مش منطقية، فانت هنا فعلا هيبقى مالكش لازمة. هنا الاي اي هياخد مكانك، او مش الاي اي اللي هياخد مكانك، هو اللي هياخد مكانك هو حد تاني عنده يعني شوية معلومات في البرمجة وعارف ازاي يستخدم الاي اي. فاللي عايز اقوله لك ان الاي اي مش دايما صح، انت لازم تراجع وراه، واي نتيجة هيديها لك يا عم حتى لو بتقول له طريقة عمل الملوخية انت لازم هتراجع وراه، لان هو الاي اي بيطلع كوارث يعني اوقات كده بيهرتل. انا عايز اقول لك في موقف كان حصل يعني لما افتكره هبقى احكيه لكم في فيديو، ان دي كانت فقره يعني هو عايز فيديو منفصل. بس يعني اللي عايز اقوله لك ان الاي اي لا يعتمد عليه بشكل 100% حتى في البرمجه. فباختصار المبرمج الحقيقي مش اللي بيكتب اكواد، ولكن اللي بيعرف يكتشف المشاكل ويحللها ويحلها. هتقول لي طب يا عم احمد انا دلوقتي بفكر اتعلم برمجه، اعمل ايه؟ برضه انت عمال ترغي من الصبح وما اديتنيش حل. هقول لك لا يا عم هديك حل اهو. اول حاجه اتعلم الاساسيات. شوف انت حابب تتعلم ايه بالظبط في البرمجه. يعني مثلا انا مش عايز اغوص في امور تقنيه في القناه دي، انا عندي قناه تانية تقنيه لو انت مهتم يعني، فهتلاقيها ظهرت لك في الاي اللي فوق، هتلاقيها عملت لك كارت بيها هنا كده في اخر الفيديو، يعني كمل الفيديو للاخر وهتلاقي القناه التانية بتاعتي. قناه بقى مهتمه في الهاردوير والامور التقنيه اللي احنا بنتكلم فيها دي. بس هنا دي قناه انا بتناقش معاك كاخ كبير او صديق، فيعني ايه احنا هنا مش عايزين نغوص أو في امور تقنيه، بس انا بكلمك بشكل عام. اول حاجه ان انت تتعلم الاساسيات، تعلم الاساسيات وابتدي نفذ مشاريع واستخدم الاي اي معاك. ليه؟ هتقول لي انت مش قلت لي يا عم ما تخليش الاي اي يعمل لي البرنامج من الصفر؟ هقول لك تمام، بس انت لما الاي اي انت يكون عندك الاساسيات والاي اي يبتدي يعمل لك جزء من الشغل بتاعك وتبتدي ان انت تراجع وراه، انت هتتعلم منه. دي اول نقطه. تاني نقطه، لما هتظهر لك مشكله وحتى بافتراض ان انت حلتها بالاي اي، فانت هتبقى عارف المشكله دي جت ليه، انت عارف المشكله دي حصلت ليه، وهتبقى عارف كمان هي اتحلت ازاي، فهتبقى قادر تفكر مع الاي اي. عكس ما تبقى انت واحد يعني زيك زي المكتب اللي انت قاعد عليه وعمال تقول له بقى هو يحل ويعيش ويعمل، انت مش فاهم اصلا هو بيعمل ايه. يعني عارف اللي هو انت راجل بتتكلم عربي وقاعد وسط ناس بتتكلم ياباني، فانت مش فاهم هم بيحكوا في ايه اساسا. تاني حاجة وهي ان انت تبتدي تتعلم بالمشقلب. يعني ايه؟ يعني القصة دي انا ممكن ابقى اشرحها بالتفصيل في القناة التانية، القناة التقنية، ولكن تتعلم بالمشقلب يعني ان انت تجيب الكود من ورا لقدام. دي طريقة انا شخصيا بحبها، اللي هو انا هبتدي المشروع وعلى اساس اللي انا عايز اعمله هبتدي اتعلم. وهنا هيخدمك قوي الاي اي. ليه؟ انت هتجيب الكود بتاع المشروع بتاعك هتغشه من اي حد، يعني ادخل على ريدت بقى ايا كان. برضه انا عمال ادخل في امور تقنيه هنا، انا مش عايز اعمل ده بس ماشي. هتجيب الكود لو انت عندك يعني اي برنامج بسيط، خد الكود بتاعه واديه لاي اداه ذكاء اصطناعي وخليها تحلله لك وتشرحه لك، وابتدي كل نقطه بقى من النقط اللي اتكلم فيها الاي اي ابتدي اسمع عنها فيديوهات، ابتدي اتعلم عنها، ابتدي بقى ايه دوس واحده واحده. طب انا ليه بقول لك تبتدي من ورا لقدام؟ انك تبتدي من ورا لقدام انت شفت النتيجه، فده هيحمسك ان انت تكمل تعليم. لكن نظام برنت هلو وورلد وبتاع اللي في البدايه ده انا عارف هو بيقفل ناس كتير قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه فكره ان انت تروح لمكان وتقول له خد فلوس اهي ويلا علمني برمجه وانت على الله حكايتك، يعني دي مش فكره حلوه في الزمن اللي احنا فيه. فزي ما بقول لك دي نصيحه كده ممكن تعمل بيها وتلاقيها بتحمسك وبتخليك ان انت فعلا تبتدي تتعلم وتبتدي ان انت تدوس وتستخدم الاي اي في صفك. خلاص الكلام هو الاي اي مش هيموت البرمجه ومش هيمنعك من ان انت تتعلم برمجه، ولكن هو هيموت الناس الكسلانه، الناس اللي هي مش عايزه تتعلم حاجه ومش عايزه تعمل حاجه في حياتها. دول هم كده كده اصلا يعني صباح الفل يعني، بس الاي اي بقى يعني هيحط عليهم اكتر. يعني اتمنى ان انت ما تكونش منهم. ما تنساش ان انت تسيب لي كومنت قول لي كده رايك في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، وقول لي هل انت فعلا ناوي ان انت تتعلم برمجه. ولو حبيت ان انت تشتري جهاز كمبيوتر او عايز تعمل بي سي او مهتم بالامور التقنيه، روح للقناه التانية تلاقي فيها اللي يفيدك. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.